الكفر الذي فيها. لك المايك يا دكتور نبراس، اتفضل حياك الله. طيب أنا ما قلت لك أن تذكر هذا كله. أنت تسألني أبو رنيم ما أبو رنيم، أنا ما لي علاقة بأبو رنيم، أنا أول مرة أسمع هذا الاسم. فأنت حملت لي رسالة وسأبحث عنه وسأجده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا فقط، أنا ما لي علاقة لا بالمخابرات البريطانية ولا بكل الذي ذكرته أنت، فقط كتوضيح فقط، لا ليس إلا يعني توضيح فقط. إنما إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الوقت والجهد، وسنبحث معكم في شأن المناظرات والحوارات. وهذا فقط ما لدي، وأنا ذاهب إن شاء الله الآن، وربما نلتقي أو ربما لا نلتقي، الله أعلم، في حدود علم الله. إن أحيانا الله فنحن باقون، وإن ماتنا فنحن ميتون. طيب أنا أستأذن لكم المايك. طب صلح الجملة دي، هل علم الله محدود عشان تقول في حدود علم الله؟ صلح اللفظ الله يرضى. أنا عارف إن الله نفسه محدود، بس على الأقل يبقى علمه مش محدود يا أخي. يعني وإن كان جسمه محدود على الأقل يبقى علمه مش محدود. إنما عندكم محدود جسم وعلم. عرفني المعلومة دي قبل ما تمشي، أنت هتسيبني كده تعبان. يعني هو ربنا عندكم محدود جسمانيا وعلما أيضا، جسم وعلم محدودين؟ حاجة غريبة. اتفضل. دائما يا أستاذ أيمن، دائما اللفظة عندما تقال يأخذها يلتقطها الذين يعني يكرهون شخصا فيلصقون هذه اللفظة به لصقا، وهو قالها. سأضرب لك مثالا حتى تستوضح. كثير من الناس يطعن اليوم في الإمام العالم العلامة الحجة العلم، والله نادر أن تلقى مثله، الإمام الألباني رحمه الله. طيب ماذا يقولون له؟ قالوا يصفون الألباني بأنه مرجئ، وهو من المرجعة، بل ويكرهون كتبه، بل ويحرقونها. فهمت كلامي؟ بسبب ماذا؟ أنهم لم يفهموا كلامه في مسألة أن الإيمان، وهو الذي أصلا يعني كان من الأوائل الذين بحثوا تدقيقا، وهو أول من كشف هذه في كتب الأحناف. عند الأحناف ظهرت هذه الإرجاء، أول من أظهرها هو، كان ضدها. فكيف يتهم اليوم بأنها مرجئة؟ بينما لما اليوم أنا أقول في حدود علم الله، علم الله انتبه لكلامي حتى لا تؤوله تأويلات باطلة. ما هو القرآن فسرتوه أولتوه إلى تأويل الأعمى في النار وما أدري إيش، وابن باز في النار وشكشك في النار بتأويلات باطلة، فلا تؤولوا كلامي أيضا بتأويل باطل. عندما أقول أن علم الله محدود، علم الله في الموت، متى يموت الإنسان لا يعلم، فصار العلم هذا بيد من؟ عند الله محدود. هذا قصدي لما أقول لك محدود في علم الله فقط. فهمت كلامي؟ لا يعلم، ولا تدري نفس ما غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. هذا. أما في حدود علمي أنا لا أعلم، فلا بد أن تضع الحدود. تفضل، لك المايك، أسمعك وسأذهب، لا تجبرني على البقاء. تفضل. لا أجبرك على البقاء، وقت ما تحب تمشي امشي، بس أنت كده أكدت لنا إن علم الله محدود زي جسمه المحدود. لم تنفي أن علم الله محدود. هل عندكم علم الله محدود مثل جسم الله محدود؟ اطلع قول لي علم الله محدود عندنا أو غير محدود. يعني أنا ده اللي أنا فهمته. أنا ما سمعتكش نفيت إن علم الله محدود. هل علم الله لديكم محدود؟ مش عارف. لو عايز المايك توضح لي ماشي، ليك المايك.
أنا لا أعرف أن الكلام يجر بعضها. يا أستاذ أيمن اسمع، علم البشر محدود والله علمه مطلق. اكتفيت خلاص، السلام عليكم ورحمة الله. الغي تسجيلاتك كلها، ها الغيها يلا خلاص. وقعت. علم البشر محدود، علم الله لا محدود، انتهى خلاص. الآن أقولها مرة ثالثة. النبراس يقول أن علم الله مطلق لا محدود، وعلم البشر محدود، حتى لا يعول تفسيرك باطلة. تفضل. لا أشكرك كده، أشكر بجد، أنت وضحت، بس أنت وقعتني في ورطة أكبر. كيف يكون المحدود له علم غير محدود؟ كيف يكون الله المحدود عندكم علم غير محدود؟ مش ده تناقض برضه؟ هذا المعبود الجسم المحدود كيف يكون له شيء أو فيه شيء غير محدود؟ ازاي يركب الغير محدود على المحدود؟ عجبي. تناقض صارخ. اقرأ كتاب الإمام الدشتي، إمامكم الدشتي، إثبات الحد لله وأنه قاعد وجالس على عرشه، وبذيله رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، إثبات الحد لله. كيف يكون الله المحدود علمه غير محدود وهو نفسه محدود؟ زي نظرية النصارى، كيف يحل اللاهوت الغير محدود في الجسد المحدود؟ نفس الفكرة. مش بنقول بتنصروا الإسلام؟ ومن ضمن التنصير التكفير. خلي بالك يا بحار من نقطة خطيرة. الإمام مضب العزايم حط قانون، قال لك تكفير زائد تبشير يساوي تنصير. والفرقة اليهودية دي شغلتها ايه؟ تكفير، والنصارى والكنائس تبشير، يؤدي الى التنصير. ده من ضمن تنصير الإسلام. ومن ضمن تنصير الإسلام تقسيم التوحيد، تسليسه. من ضمن تنصير الإسلام إن الله جسم ممجد، أي ليس كالأجسام، جاء قاعد على عرشه زي يسوع. وإيه ده بيقولوا كمان بيوجد سيدنا محمد جنبه على العرش يوم القيامة زي الكتاب المقدس. بيؤتى بيسوع على يمين العظمة يوم الدينونة. خد بالك، نفس العقيدة، بس هناك يقول لك يسوع اللي بيقعد على العرش جنب الآب، عندهم يقول لك سيدنا محمد اللي بيقعد. عندهم يسوع قاعد على العرش وجالس، وهنا برضو عنده، يعني سبحان الله. وفي السماء وفي كل مكان. شفت فرق العقيدة بين المسلمين وغير المسلمين؟ يعني أنا يعني في تطابق إيه بعد كده يعني؟ وبيزعلوا لما نقول لهم أنتم مش مسلمين أصلا. ولما نجيب لهم الأدلة والاعترافات بالمراجع ولا كأنك قلت لهم حاجة. يا نبراس، أدعوك لله وأكرر كلامي وأنا أحبك في الله. اعتنق الإسلام يا نبراس، لأن ما أنت عليه ليس الإسلام. بس استعيذ بالله من الشيطان، بجد استعيذ بالله من الشيطان، وتشاهد كده، واعبد الله خالق الحدود والأجسام والجهات، ودعك من هذه الضلالات اللي بيضحكوا عليكم بيها. ليك المايك، اتفضل. طيب أنا أنصحكم أيضا وأنصح نفسي بأن لا يؤخذ كلام المتحدث ألا تؤمن بشيء اسمه سبق لسان. أنا يعني قلتها الآن عندما راجعت التكست. أنا الآن راجعت التكست فقلت ماذا قلت؟ قلت الله يعني في حدود علم الله، ثم أثبتت أن علم الله مطلق والموت لا يعلمه إلا الله. لكن عندما رأيت التكست الآن تبين لي أنها سبق لسان. المفترض أن أقول في حدود علمي لأني لا أعلم الموت. أرأيت كيف أهل السنة يعودون سريعا كما وعدتكم؟ أتذكر الوعد؟ تذكر الوعد؟ أول شيء تذكر الوعد أو لا تذكر الوعد؟ نعم، رجعت إلى التكست. هذه واحدة. الثانية، ولا افترض أنها لم تكن سبق لسان، فأنا قد
تراجعت. طيب هذه واحدة. خلاص أنا سأذهب يا رجل، أنا سأذهب بس فقط وهذا فقط. ثم تربطنا بالنصارى واليهود ثم تنصحني بأن أخرج من الكفر وأدخل في الإسلام، فهذا محل بحثنا إن شاء الله، لعله غدا أو بعد غد. طيب إن شاء الله. ما أنا عارف، ما أنا عشان كذا لم أرد السلام، لأنني كافر والكافر لا يرد السلام على المؤمن. السلام عليكم ورحمة الله. لكم الماء. يا حجاز، كيف رجعت التكست أنت قلتها على المايك؟ يا رجل هتجنني. جميل انك بترجع عن الغلط وعن سبق اللسان، انا موافق معاك انك قلتها على المايك سبق لسان، بس ازاي رجعت التكست فعرفت انها سبق لسان؟ انت قايلها على المايك مش كاتبها على التكست. الله المستعان. حياك الله يا نبراس، حياك الله. وبعدين اونر الغرفة اخونا البحار، رتب معاه الحوارات، رتب معاه المناظرات، رتب معاه كل اللي نفسك فيه. واعيد واكرر كلامي، لا يوجد في الغرفة متصوف غيري انا ايمن مهدي فقط لا غير. واما الرويبضة ذنب الوهابية الجهمي المنكر المعطل المجسم المشبه الحلولي اللي اسمه ابو رنيم او اسمه الشيخ ابراهيم، اللي فاتح غرفة اسمها على نهج السلف تقريبا او ما شابه، تقدر تسأل عنه ابو ايه صديقك اللي كان معاك في الغرفة وبتتكلموا عن غرفتنا ووجودك فيها، ايه الاهداف منه وما الى ذلك، اللي اسمه موف ده، ابو اللي كان جه الغرفة وكان حاور الاستاذ محمد توفيق، ابو سلطان. ايوه ابو سلطان. اكيد يعرفه وانت تعرفه كويس جدا، وما تدعيش انك ما تعرفش ابو رنيم، وما كنتش تعرفه اسال ابو سلطان يعرفك عليه. ليك المايك، اتفضل. اولا الان هن 3 اتهامات. انا ودي اروح يا استاذ، انا دائما عندما اذهب انت تمسكني، بارك الله فيك، فانا لا احب فيك هذا الشيء ابدا. عندما قلت لك انا ذاهب، عندما اذهب عند الباب آتي لأرد طبيعي لأرد، لأنني لا أقبل من الناس أن يعني ينقلوا عني كلاما خطأ. الآن أنت اتهمتني 3 اتهامات. الاتهام الأول تقول أنت أنت لم تكتب في التكست. هل أنا قلت أنني أنا الذي كتبت في التكست؟ قلت راجعت التكست فرأيت سؤالك هذا الذي أنا أعدته، وهل علم الله محدود؟ فقلت أصلا لماذا كتبه؟ أصلا لم يكن يعني فوق. أنت لو ترى فوق أنا سأعيد فوق وهل علم الله محدود، فوقها العبارة هذه، أنت أطلع فوق التكست هذه، وهل علم الله محدود التي كتبتها، فوقها الوجه الضاحك المبتسم هذا مكتوب على عمه برده، مكتوب فوقها 1 وكمل. فأنا استغربت هذه العبارة، وهل علم الله محدود. لحظة لأراجع نفسي، كيف قال أستاذ أيمن؟ ما علاقة الابتسامة وعمه برده وما أعرف إيش. فهمت كلامي؟ فليس بالضرورة أنا اللي أكتب، أنا أحاسب نفسي في كل ثانية بفضل الله سبحانه وتعالى. وسريعا ما أعود، هذه واحدة. الثانية ثم تقول لي أنني لا تدعي أنك لا تعرف أبو رنيم. أنا أقسم بالله أن هذا الاسم أول مرة أعرفه. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فهمت كلامي؟ الله يهديك. يعني دائما لابد التهم والإلصاق هذه لابد غصب. اي نعم اعرف ابا سلطان. وما علاقتي بابو سلطان؟ ابو سلطان نراه ياتينا قبيل الفجر وخرج، يعني ياتي ويخرج. فكيف انا اعرفه؟ والله ما دخل حتى غرفتي الى اليوم، الى الان، يعني الى الان لم يدخل غرفتي ولم اراه ولم اكلمه اصلا. رجل ربما متزوج عنده امور فوقته محدود، يدخل في قبيل الفجر هكذا وقته. وأما أبو رنيم أنا لا أدري. أما غرفة ما اسمها، اكتب لي هذه غرفة نهج السلف، سأبحث عنها إن شاء الله. بس خاطرك في شيء أنا ذاهب، خلاص لا تفتح لي موضوع. لكم المايك. قبل ما تمشي معاك كمان الدليل علشان يبقى انت ايه على علم، ما تفكرنيش انا بفتري على الرويبضة الناعق اللي اسمه ابو رنيم، وعشان تعرف اديك لحظة واحدة الرابط اهو للمقطع اللي هو تحدث فيه. بسم الله.
تم الفتح. ادي الرابط، اتفضل حضرتك، ادي الرابط اهوت اخونا الكريم نبراس الحبيب. شوف الفيديو ده، نزل الرابط. تمام. قناة غرفة MC ديالوج هي اللي رافعة الرابط ده، وادي عنوان المقطع عشان لو خايف من الرابط ولا حاجة. ادي عنوان المقطع: شرك القبور ورد الرسول في حديث لا اله الا الله لابو رنين ابراهيم سعد. تمام. وهتلاقي غرفته ما شاء الله مليانه، الناس كل اسمائها مظبوطه. البترو دولار بيلعب في الغرفه عنده. ماشي يا عم، اسمع بقى اللي قاله وشوف اسمه وانت تعرفه. حبيت تبلغه بلغه، ما حبيتش انت حر. مسيره هيقع في ايدي وهفعصه كما يفعص كل صرصار، لانه من الصراصير. ليك المايك، اتفضل. طيب، أنا سأتحمل الأمانة. أنا سأتحمل الأمانة إن شاء الله، وإذا لقيته سأخبره. إذا لم أجده، 3 حالات: إذا وجدته سأخبره، إذا لم أجده فأنا لم أجده، إذا طلبته يعني لأسمعه أو لأخبره ولم يأتي فقد يعني استنفذت كل الطرق الثلاث. هذه واحدة. الثانية بارك الله فيك، الآن أنا سأذهب وأتركك الآن مع صاحبك هذا الذي ليس عنده إلا الاتهام. أنا سأذهب فقط لأوريك كيف يفسر كلامي بالخطأ. الآن كتب، انظر التكست فوق الرابط اللي بعثته فوق الرابط: الوقت محدود والله محدود. الآن هل سمعتني أنا قلت أن الله محدود كذا لفظا؟ الله محدود لم أقل. إذن النبراس لم يقل، فلا تقوله ما لم يقل، إلا سيقيم عليك الحجة. والله الذي لا إله إلا هو، لا أزكي نفسي أنني خير من يتكلم في هذا الموضوع، لكن أستطيع أن أرد، لكنني لا أرد، لأنه يأخذ من الكلمة ويحملني إياها ما قلتها يا رجل، أنا لم أقلها. فيضرب هو المثل الآن وينفخ الكلمات: الوقت محدود والله محدود. أرأيتم كيف النبراس يقول أن الله محدود؟ هذا خلاص شربناها بارك الله فيك يا أستاذ أيمن وعرفناها. فرجاء، كل الرجاء، إذا تسمون أنفسكم أهل سنة فالتزموا بأخلاق أهل السنة، التزموا بأخلاق أهل السنة بارك الله فيكم. لست أنا في المجال أن أنصحكم الآن، هذه أخلاق السنة. ما قلت أن الله محدود. فستؤخذ هذه العبارة الآن، ولنفترض الآن أن أناس موجودين معكم، فماذا يقولون؟ سيقول أن النبراس يقول أن الله محدود. أنا حاشا ما قلت، وأنت أول واحد شاهد وأكثر واحد تشهد أنني لم أقل أن الله محدود. هل قلت أن الله محدود؟ عرفت بارك الله فيك. فلا، هذه التأويلات التي تدخلكم في دوامات وتخلق المشاكل. السلام عليكم، أنا ذاهب. أشهد يا نبراس إنك صادق وراس، إنك صادق فعلا. لم أسمعك تقول إن الله محدود، أنت صادق في هذا. ولكن هل تخالف شيخك شيخ الإسلام ابن تيمية وإمامك الدشتي والمذهب الوهابي والشيخ عثمان الخميس اللي أنت اعترفت إنك تلميذه؟ هل تخالفهم في أن الله محدود؟ هم عندهم الله محدود. هل أنت تخالفهم والله عندك ليس محدود؟ والله يا نبراس إن كنت لا تؤمن بأن الله محدود فأنا أنحني لك احتراما يا أخي، وأشد على يديك يا أخي. مش قادر يطلع يقول بخالف. يا رب يكون انقطع ويرجع، يا رب يرجع نبراس يقول نعم لا أؤمن بأن الله محدود. لا، مش يقدر يطلع يقول عكس اللي قالوه. ربنا يهديه يا رب، إن شاء الله ربنا يهديه يا أخي، واحدة واحدة عليه. يلا نقول قولنا هذا ونذكر الله لنا ولكم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. اللهم اهدنا جميعا يا رب. اللهم اهد أخونا نبراس وكل وهابي يا رب. اللهم اهد جميع خلقك ولما تحبه وترضاه يا رب.
سبحان الله. الإسلام ابن تيمية والإمام الدشتي وشيخة الأستاذ الدكتور الشيخ عثمان الخميس في قولهم أن الله محدود، إن كنت تخالفهم وتقول أن الله ليس محدود فأنا أنحني لك احتراما وتقديرا وأقبل رأسك وقدمك أيضا. أما لو كنت توافقهم ولا تستطيع أن تخالفهم فمش من حقك تقول ما سمعتونيش بقول، فلا يلزمك أن تقول إن علماءك قالوا وأقرت باتباعك ليهم. فلك المايك، اتفضل. هدانا الله وإياك للحق وأجر الحق على لساننا جميعا، آمين. اتفضل يا حبيب نبراس، اتفضل. أنا عندي مشكلة في النت، وأنت ما شاء الله يعني تتكلم يعني، وأنا أريد أن أقول عندما أرفع يدي فأنا مستعجل، يعني مستعجل جدا. طلع لي خطأ غير متوقع، L-C-230 يعني 2302 ما أدري، وقفل البالتك وقفل النت كامل وقفل الجهاز كامل. عرفت؟ أنا ما أدري هذه تحصل لنا، ما أدري حقيقة، أنا متشائم منها جدا. عموما هذه محل بحث إن شاء الله، سنجعلها غدا أو بعد غد أو في الفترات القادمة حتى أتيقن من الموضوع ثم نعود إليكم. طيب، اتفقنا. طيب تفضل. ودي أمشي يا رجل، خلاص أنا هذه آخر مرة، لأنه بيقفل اللابتوب الآن، بيقفل. أنا أحذركم يعني. وحقيقي هو هيضربنا بالنبال، ده هيقفل عندك مش عندنا. هو ايه اللي محل بحث؟ نبراس؟ مش انت لسه قايل انتوا سمعتوني بقول هو الله محدود؟ انا ما قلتش كده. قلنا لك فعلا انت ما قلتش كده، بس علمائك بيقولوا كده، فهل توافقهم ولا بتعارضهم؟ وقلت ده محل بحث، يعني ما قدرتش تقول لا مش محدود، وده اقرار ضمني منك. يبقى ما تنكرش انك بتقوله محدود. ما هو اخطاء. بص يا نبراس، كن واضح وصريح مع نفسك. هل تعتقد ان الله محدود حتى لو كانوا قالوا الكلام ده؟ وانا بقول لك قالوها وكتبوها في مؤلفاتهم وبيقولوها في دروسهم. بيقولوا جسم ومحدود ومتحيز، وهم اصحاب عقيدة الحلول، يحل في السماء ويحل مش عارف ايه. المهم، هل تقول بأن الله محدود وتعتقد بذلك، أم تكفر بإله محدود كما أكفر أنا به؟ أنا أكفر بإله جسم. الجسم مش إله، المحدود مش إله، المتحيز مش إله، الحل مش إله، المنتقل مش إله، المتغير ليس إله. كل دي نفي للألوهية. فهل حضرتك مثلنا نحن أهل السنة نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس محدودا وليس جسما وليس حالا وليس متحيزا وليس منتقلا وليس متغيرا، وأن كل هذا في حقه محال؟ هل أنت مثل أهل السنة؟ لك المايك، أسمع منك قبل ما اللابتوب بيقفل، وأنا بحذرك إنه يقفل عنك. خلي بالك عشان مش يقفل على صبعك يعورك وتخر دم. واو يا عين، اتفضل. طيب، أنا واحد من أهل السنة، أنا واحد من أهل السنة والجماعة، أنا واحد من أهل السنة والجماعة. لا تسألني أشياء لا علاقة لي بها، وإن أردت التفصيل إن شاء الله سيكون في الأيام المقبلة. هذا وقتي، فرجاء بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا تلزمني بأشياء أنا ما قلتها. تقول شيخي محتاج أسمعه، محتاج أقرأ كتبه، محتاج أتبع خطواته، لما قالها وفي أي ظرف قالها. فهمت كلامي؟ حتى وإن كان شيخي فكلامه يرد، حتى وإن كان اسمع أهل السنة، حتى وإن كان شيخي فكلامه يرد. فهمت؟ فقط لا يعني لا تمد الموضوع وتطوله. خلاص انتهينا. بكرة إن شاء الله أو في الأيام المقبلة. لك المايك. خلاص يا نبراس، انا لا همد ولا هطول، بس برضه انت ما قدرتش تنفي. خلاص انت لم تنفي. خلاص ابحث وادرس وشوف. وبعدين انا مش عارف محتاجه بحث ودراسه في ايه، والموقف اللي قالها والظرف اللي قاله، وانا مش عارف فيها بحث في ايه. بس واضحه العمليه يا نبراس. ربنا يهدينا واياك.
طيب نقول قولنا هذا ونختم بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق من أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا. نقطة مركز باء الدائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبية الذي فتقت به رتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات لمواهب الامتنان والمقام المحمود، وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود، وهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، وهو قلب القلوب وروح الأرواح وكلمات ذات، القلم الأعلى والعرش المحيط، روح جسد الكونين وبرزخ البحرين وفخر الثقلين وثاني اثنين، أبا القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.